ايوه، انا اللي عملت فطار العيد متاخر. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. عملنا بقى حته طاسه كبده هتاكلوا صوابعكم وراها. كبده بقى على قلب على كلاوي، فطار العيد عملته اخر يوم العيد. يلا بقى عشان تاكلي الكبده، شايفين الصوص اللي نازل منها ده؟ عايزه اقول لكم شويه كبده حرفيا. اذكروا الله وصلوا على محمد، ويلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه بسن السكينه عشان خاطر السكينه بتاعتي تبقى حاميه، عشان اعرف اشتغل كويس. تمام، عندي هنا الكبده. اول حاجه طبعا بنبدا ان احنا نشيل الكيس من الكبده، سواء كبده ضاني او كبده كندوز. تمام، نشيل الكيس بتاعها ده كويس جدا. وانا مجمده الكبده، يعني الكبده كانت في الفريزر وطلعتها وهي مجمده شويه عشان اقدر اتحكم فيها واقطعها. هي هتقدري تقطعيها وهي مش مجمدة، ولكن الافضل ان انت تجمدي الكبدة شوية عشان تقدري تتحكمي فيها وتطلع معاكي القطعية مظبوطة، يعني ما تبقاش ايه، بتروح منك يمين وشمال. طبعا انا شلت بالسكينة طبقات الدهن اللي كانت حوالين الكبدة، لان انت طبعا بتجيبي حتة الكبدة زي ما هي من الجزار. تمام، والكبدة ما بتتغسلش يا جماعة. دلوقتي بقى هبدأ احطها على قطاعة. واول حاجة اسهل طريقة نقطع بيها الكبدة، ناخدها كده شرايح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا، باخدها شرايح طولية كده، وبعد كده بقى ببدأ اقطعها وهي مجمدة ربع تجميدة. شايفين القطعية معايا سهلة ازاي؟ عشان انا مجمداها ربع تجميدة. بصوا بقى، بدأت كده اخدها ترانشات وابدأ اصغر، يعني الكبيرة اصغرها. تمام، في ناس بتحب تعمل الكبدة شرايح، بس ممكن عادي برضو تعملها شرايح. انا بقطعها صغير كده، الكبيرة باخدها كده اقطعها لوحديها. طبعا لا شرايح كبيرة ولا صغيرة، شرايح متوسطة كده. طبعا اني حطاها في الفريزر شوية مجمداها، دوت بيسهل عليا كتير. هجيب عندي مصفى وهبدأ احطها عشان الكبدة لو فيها اي دم ولا حاجة تبدأ تصفي الدم اللي فيها. اوعوا يا جماعة تغسلوا الكبدة. اللحمة والكبدة لما بيتحط عليهم مية البكتيريا الضارة بتعلى فيهم. عاوزة اقول لكم ان الدم اللي بيبقى عليهم ده البروتين بتاعهم اللي بيدي الغذاء. لما بتسقطوهم في مية انتوا كده ممكن يسبب للبني ادم الوفاة لا قدر الله، ممكن الانسان يموت. فمحدش يحط مية على الكبدة ولا اللحمة. نجيب من جزارين موثوق منها، نقطع كده شرايح الكبده بقى، ونصلي كده على سيدنا محمد. وعايزه اقول لكم بقى ايه، انا بحب وانا بقطع الكبده كده ابقى سامعه بقى تكبيرات العيد: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بصوا هنا حبايب قلبي، خلصت قطعيه الكبده كلها. بصوا ما شاء الله الكبده معايا عامله ازاي. جبت عندي بقى هنا القلب. بصوا القلب الضاني بيبقى صغير جدا. تمام، ببدأ اشيل برضو الحاجات السمينة، الدهن اللي ملهاش لازمة. خلي بالكم عشان في انا هوريكم حاجة دلوقتي، بس استنوا بس هوريكم القلب. بصوا القلب باخده شرايح طولية كده، وبعدين برضو ببدأ اقطعه صغير. حابين تعملوه شرايح طولية براحتكم، تقللوا العرض بتاع الشريحة وتخلوها رفيعة. جبت عندي مصفى تاني وهعزل القلب والكلاوي لوحديهم. بصوا، هقطع القلب شرايح طولية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اذكروا الله وصلوا على محمد لو وصلتي معايا لحد هنا، عشان خاطر هو ده سر النجاح. وخش اشتركي في القناة. بصوا معايا حبايب قلبي، هنا كنت بوريكم، شايفين دي حلويات، الحلويات طرية. في ناس هتقول لي يا هدير انت بترمي الحلويات، ده سمين، السمين الابيض الناشف ده سمين، انما الطرية اللي وريتها لكم المحمرة دي حلويات، عشان تعرفوا فرق الحلويات. هنا دي بقى ايه؟ الكلاوي. تمام، الكلاوي بيبقى عليها كده نسبة دهن بسيطة ما نشيلهاش من عليها. نبدأ ان احنا نقطع الكلاوي شرايح، وهبدأ انزل بيها مع القلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وادي الكبدة، بصوا بقى الكبدة صفت عندي ميتها ازاي.
صفت قصدي الدم اللي فيها كله. شايفين الكبده بقت نظيفه حرفيا. بصوا الكبده تحسوا لونها فتح ازاي. حطيتها في مصفى نزلت كل اللي فيها. اوعوا تحطوها في ميه. بصوا انا دلوقتي بقى بعمل ايه. جبت بقى ليمونه كبيره وابدا ان انا اعصرها على الكبده. وبعد كده هاخد بقى ايه انضف بقى الطبق من الدم اللي نزل منها ده. والقلب نفس القصه. ما نحطش خل. الخل بيخليها زعقه كده وبيخليها مش حلوه. ليمون يا جماعه. اعصروا ليمون على الكبده والكلاوي واعصروا ليمون على القلب كمان. دي حته ليا عشان خاطر نشتغل بقى شغل على نظافه. نقطعها قطع صغيره ويلا بينا على الطاسه على النار سخنه. ويلا بقى نشتغل ونشوف الجمال والحلاوه. عندي هنا كده مغرفه كده صغنونه كده من السمنه البلدي او معلقتين 3 من السمنه البلدي. عليهم شويه كده صغيرين من الزيت بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. انا عايزه الطاسه دي سخنه جدا. بصوا معايا يا حبايب قلبي. هحط بقى حته اللي قطعتها معاكم دي وهسيبها لحد ما تتحمر كده واحس ان هي نزلت شويه طعم. شايفين بقى شكلها بقى عامل ازاي. تحسوا ان لونها غماء سنه واللي هي سلت كده. واروح نازله بحته الحلويات اللي عندي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. اذكروا الله يا جماعه والله العظيم انا استاهل ان انا اعمل عربيه كبده واقف فيها والله صح. ما هي اخرتها كده. المستقبل هيبقى اخرته كده. بعد كده بقى نزلت بالكلاوي وبالقلب لان هما اللي بياخدوا وقت طبعا عن الكبده. فهبدا اشوح فيهم بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وبعد كده هسيبهم على النار حوالي 10 دقايق لوحديهم قبل اضافه الكبده. نشوح فيهم كده. وما تفتكروش ان اللي في الطاسه ميه. دي مش ميه. دي الماده الدهنيه مع الصوص اللي بيبقى نازل من الحاجه بسيط يعني. ولكن دي الماده الدهنيه. بعد كده هديهم تقلبتين وهلم كده الحاجه بتاعتي على جنب عشان خاطر ننزل الكبده شويه شويه. طبعا الطاسه عندي تكون سخنه. بصوا بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هبدا اقلب في الكبده لحد ما تغير اللون بتاعها. شايفين الكبده غيرت لونها ازاي. ولازم الطاسه تكون سخنه والنار تكون عاليه عشان خاطر ندي الصدمه. بعد كده بقى عندي قرنين كبار من الفلفل الحامي. احنا بنحب لها فلفل حامي. تقدري تزودي الكميه عن كده. تقدري تحطي حامي ورومي. ولكن انا ببعد عن الخطوه الكتيره للفلفل عشان ما تقلبش معايا كبده اسكندراني. انا عايزه اكل كبده بلدي واستمتع بطعمها. حطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم او راس ثوم كبيره زي ما انتوا شفتوا كده ورا الفلفل. وهبدا ان انا اشوح في الكبده. تعالوا بينا بقى نحط لها التوابل عشان نخلص منها. توابلها ايه؟ ملح وفلفل فقط لا غير. احيانا التوابل الكتير بتبعدنا عن طعم الاكل الاساسي. بتخلي الاكل يروح في حته تانية خالص. حطيت ملح وفلفل وهبدا اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بقى خلاص هي كده اتشوحت واتظبطت. الكبده ما بتاخدش وقت على النار عشان ما تشدش. غطي عليها حوالي 4 دقايق بالكتير. بصوا بقى ده الصوص بقى بتاع السمنه البلدي وصوص الكبده اللي نزلته. عاوزه اقول لكم خطير وروعه. بعد كده بقى هنغرفها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. ومعلش بقى سامحوني عملت لكم فطار العيد متاخر. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ودايما يا رب جايبين اللي بتحبوه والخير كله معاكم. متنسوش الاشتراك على اليوتيوب والمتابعه. السلام عليكم.